السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء في قناة عالم الرياضيات مع مس مديحة حمدي. النهاردة هنبدأ درس جديد في الوحدة الأولى، وقبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفترات والعمليات عليها، ده تاني درس في الوحدة الأولى عندنا. طيب هي ايه يعني فترة؟ عايزين أول شيء إن احنا ناخد مفهوم الفترة. عندنا هنا مجموعة من الأعداد الحقيقية تمثل الفترة طبعا على خط الأعداد، ونجري العمليات فيها. مفهوم الفترات دي هنا عبارة عن أقواس فترة، وفي أقواس مجموعة، واحنا هنبتدي هنا نتعرف عليها. أقواس الفترة بتكون موجودة بالشكل ده، الشكل المستطيل ده، يا إما الاتنين في وش بعض بيبقى كده فترة مغلقة، يا اما الاتنين عكس بعض بيبقى الفترة مفتوحة، يا اما واحدة مغلقة وواحدة مفتوحة وبتبقى كده نصف مغلقة. اما اقواس المجموعة واحنا درسناها قبل كده، وهي دي شكلها. احنا كده تعرفنا على اقواس الفترة. طيب امتى بقى بنعملها مغلقة، وامتى بنعملها مفتوحة، وامتى بنعملها نصف مغلقة؟ يعني مثلا كمثال، لو انا مثلا اديت 3، هنا هندي تطبيق بسيط يوضح عندنا امتى بعملها مغلقة وامتى بعملها مفتوحة، وامتى اساسا ان انا بعملها اقواس بتكون اقواس مجموعة. السؤال الاول بيقول اكس تنتمي الى زد. طيب هي زد دي ايه يا مس؟ زد دي مجموعة الاعداد الصحيحة، تمام كده، وفي منها صحيحة موجبة طبعا وصحيحة سالب، بس هو قال تنتمي الى زد في المجمل العام. وجاب لك هنا واحد اقل من او تساوي اكس، واكس اقل من او تساوي 5. لو احنا هنا هنرسمها على خط الاعداد عندنا، هنرسم مثلا خط الاعداد. عايزين نمثل هنا الواحد والخمسة على خط الاعداد. هنا طبعا 0، وهنا 1، 2، 3، 4، 5. هو هنا قال واحد اقل من او تساوي الاكس، يعني هنا معانا هو الواحد، وهنا عندنا الخمسة برضو هنا معانا، وهنوصل هنا الخمسة بالواحد. طيب انا 2 عملتهم علامة مغموسة عشان هو هنا قال او تساوي. طيب لو انا هنا عايز امثلها، انا همثلها بقوس مجموعة وليس بقوس فترة، لان هي بتنتمي الى ذات، ولو كانت بتنتمي الى ان نفس الوضع، ولو كانت بتنتمي الى كيو برضو نفس الوضع، الكيو شرطة برضو نفس الوضع. يعني اي مجموعة من المجموعات احنا هنا بنمثلها بقوس مجموعة مش بقوس فترة. وساعتها هقول ان الاكس هتساوي، يعني هقول الاكس بتساوي 1 و2 و3 و4، وهقفل عندي هنا القوس. اما يقول لي الاكس تنتمي الى ار اللي هي مجموعة الاعداد الحقيقية، ساعتها احنا بنمثلها بقوس فترة اللي احنا تعرفنا عليه. الفترة يا اما مغلقة يا اما مفتوحة يا اما نصف مفتوح، بس هنشوف امتى بنعملها مغلقة وامتى بنعملها مفتوحة وامتى بنعملها نصف مفتوح. يعني هنا بيقول لك اكس تنتمي الى ار، 1 اقل من او تساوي اكس اقل من او تساوي 5. احنا نحسه ده ان هو شبه المثال التاني بالظبط، بس في فرق. هنا دي تنتمي لزت وهنا تنتمي لار، وقلنا الفرق اني تنتمي لزت او ان او كيو او كيو او كيو شرطة، ده كله بنمثلها باقواس مجموعة. اما تنتمي الى ار بنمثلهم باقواس فترة زي اللي تعرفنا عليهم في الصفحة اللي قبلها. فنبتدي هنا هنرسم خط الاعداد عندنا، وخط الاعداد طبعا مش هيختلف عن اللي احنا رسمناه هنا. نرسم ادي 0، ادي 1، 2، 3، 4، 5،
طبعا يمس هنا عادي نحط مثلا -1 -2، بس احنا عملنا اكتر لان هنا مدينا الواحد والخمسة، فبنركز ان احنا نعمل عليهم. هنا طبعا هيكون هنا مغلقة، فهنعملها هنا مغموسة. اول ما يقولك هنا او تساوي، يبقى الفترة هنا هتبقى مغلقة، او تساوي في الواحد او تساوي في الخمسة، وهنوصلهم ببعض. لو انا عايزة اعملهم او احط لهم الحل او الفترة بتاعتهم هتبقى ازاي، يبقى هنقول ساعتها الاكس يساوي هنا اقواس الفترة هتبقى عندي من 1، ودايما يا حبايبي ان احنا بنحط الاصغر في البداية، والتنين هنا هيبقوا عندنا مغلقين عشان هو حط علامة هنا او تساوي. طيب خلينا نشوف المثال اللي بعده، وبرضه هو نفس المثال، اما نرضيش اغير الارقام عشان اوريكم الفرق اما نيجي نعملها في او تساوي غير اما يكون مش موجودة او تساوي. هو انا لو رسمتها على خط الاعداد دي انا هرسمها كده، وبرضه كذلك المثل هنا دي هيبقى 0، وهيبقى هنا 1 2 3 4 هنا 5. هنا بقى هنعملها هنا بقوس مفتوح، وهنا هنعملها هنا بدايرة مفتوحة. ليه بقى؟ عشان الاتنين مفيش او تساوي، وساعتها هنا هنفتح الفترة بتاعتنا وهتبقى الاكس تساوي 1 مفتوح وهنا 5 مفتوح. طيب يا مس لو كان برضو نفس المسألة، بس هنا حاطط مثلا 1 اقل من او يساوي اكس اقل من 5، طبعا ساعتها احنا من غير ما نعمل طبعا القوس لو احنا عملنا خط الاعداد طبعا هنغلقه هنا عند الواحد. تمام كده، هنا هنغلقه عند الواحد، يبقى الواحد عندنا هيبقى مغلق، والخمسة عندنا هنا هتبقى مفتوحة. يا ريت حبايبي يكونوا فهموا الفرق. يبقى اما نقول او تساوي يبقى الاتنين بيبقوا مغلقين، لكن اما نقول واحدة الاتنين مفهومش او تساوي يبقى الاتنين هنا بيبقوا مفتوحين، لكن واحدة بتكون او تساوي وواحدة لا، يبقى واحدة بتبقى مغلقة وواحدة بتبقى مفتوحة. وده تطبيق بسيط بيوضح لنا ازاي بنعمل اقواس الفترة. ننتقل هنا للصفحة اللي بعدها. هنا سؤال عندي، أكمل تنتمي لا تنتمي جزئية لا جزئية. خلينا نفتكر مع بعض ايه هي تنتمي وايه لا تنتمي وايه جزئية وايه لا جزئية. خلينا نطلع هنا صفحة فاضية مع بعضينا ونشوف هو يقصد بايه بالحاجة دي. الصفحة الفاضية دي هنبتدي احنا نتعرف على، هنقول ان احنا هنا كنا بنستخدم تنتمي كنا بنستخدم رمز اللي هو ينتمي او لا ينتمي. اما بيكون عندنا مثلا هنا رقم ويكون عندنا هنا مجموعة مثلا زي 3 4 5، او يكون عندنا مثلا رقم يكون عندنا رقم ما، او يكون عندنا هنا مثلا اقواس هنا فترة. انا حطيت لكم هنا نفس الامثلة، بس واحدة هتساوي تنتمي ولا تنتمي، واتنين تاني هيساوي جزئية ولا جزئية. هنا عندنا التلاتة دي هي عبارة عن عنصر، يعني مش محطوط ما بين اقواس، يعني مش مجموعة بمعنى صح، بس هنا بنقارنه مجموعة 3 و4 و5. هل هنا هيبقى ان هو ينتمي او لا ينتمي؟ اما نشوف التلاتة ان هي مكررة او موجودة هنا يبقى هنقول ان هي ايه؟ تنتمي. كذلك هنا عندنا -1،
السالب واحد هل هو ينتمي او لا ينتمي بالنسبة للسالب اربعة؟ هنا مقفول وسالب واحد مفتوح. مادام السالب واحد ده مفتوح فطبعا هو باين او واضح ان هو لا يساويه، فاحنا هنا ما هنقول سالب واحد بالنسبة لقوس الفترة سالب اربعة وسالب واحد، فهنا هنقول ان هو لا ينتمي مادام هنا ده مفتوح. لكن لو كان هنا مقفول ولو كنا هنا قفلناه كان هيبقى هنا طبعا الحكاية ان هو كان هيبقى ينتمي، لان كان هيبقى جزء منها. طيب بالنسبة لجزئية ولا جزئية، وهي مقارنة مجموعة بمجموعة، يعني المجموعة بتكون داخل أقواس مجموعة، أو ممكن مثلا مجموعة زي الزت مثلا بالكيو. يعني الزت هل هي جزئية ولا جزئية من الكيو؟ فاحنا هنقول ان هي ايه؟ جزئية. لكن لو عكستهم وقلت الكيو من الزت فاحنا هنقول هنا لا جزئية. يبقى جزئية ولا جزئية هي اللي بتقارن ما بين المجموعات. عندنا هنا 3 بالنسبة ل3 و4، فطبعا هنا هنقول جزئية. لكن هنا عندنا السالب واحد بالنسبة لسالب 4 وهنا سالب واحد، فطبعا سالب واحد ايضا مفتوح، فهنقول هنا لا جزئية. وده كان مثال بسيط بيوضح لكم الجزئية ولا جزئية عشان نبتدي نحل عليه شوية. الامثلة قدامكم وهنبتدي نقرأ السؤال الاول. هنا بيقول لك واحد وصفر وسالب واحد، هل هو هنا بالنسبة للواحد والصفر؟ مبدئيا احنا عايزين نعرف هل هو ده هيبقى جزئية ولا جزئية ولا تنتمي ولا وتنتمي؟ لا، احنا هنا بدام بنقارن مجموعة بفترة يبقى هنختار جزئية او لا جزئية. خلينا نشوف. هو هنا عامل واحد وصفر وواحد، وهنا عندنا الفترة عندنا من واحد الى من صفر الى واحد، تمام كده، او عندنا من واحد الى صفر، تمام. بس عندنا هنا احنا الصفر مغلق والواحد مغلق، ده بمعنى ان الاتنين دول مغلقين، يعني احنا معانا الصفر والواحد. المسألة الأولى تمام كده، أنا ظبطت المسألة الأولى صفر وواحد، تمام. وهنا واحد وصفر وسالب واحد. طيب هل دول هما بيبقوا جزئية ولا لا جزئية؟ طبعا عندنا الواحد والصفر هنا معانا، بس هنا عندنا السالب واحد هو اللي هيعطل الدنيا، عشان كده احنا بنقول ان السالب واحد ده طبعا هنا مش موجود معاهم، عشان كده ان احنا بنقول ان المجموع هتبقى لا جزئية. نحل بقلم، نغير الكلر هنا، نغير اللون معانا عشان يبقى الحل واضح. فهنا هنقول طبعا لا جزئية. هنا هنقول لا جزئية. السؤال الثاني هنا بيقول سالب واحد وسالب واحد ده عنصر، يعني مش هتطلع أقواس، يعني هنقول يا إما تنتمي يا إما لا تنتمي. من الناحية التانية بيقول فترة اللي هي سالب أربعة وسالب واحد، بس للأسف إن السالب واحد ده عندنا هنا مفتوح، فالسالب واحد هنا هو اللي هيشكل لنا عائق، فعشان كده إن احنا هنقول هنا لا تنتمي. بالنسبة هنا للسالب خمسة والزت، السالب خمسة ده برضو ايضا عنصر، والزت دي هي مجموعة الاعداد الصحيحة، فالسالب ممكن هيبقى تبعها لان في صحيحة سالبة وفي صحيحة هنا موجبة، ساعتها احنا هنقارن عنصر ايضا بمجموعة، اذا هنقول هنا تنتمي. بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو 2 و4، المجموعة 2 و4 بالفترة 2 و5، بس الخمسة هنا عندنا مفتوحة. خلينا نرسم خط الأعداد عشان نوضح المثال ده. لو أنا هنا رسمت خط الأعداد وقلت إن الفترة بتاعتي ما بين 2 ادي 2 و5، فطبعا هنا ده اهو 1
نقول 3 4 و5. فبالنسبة لنا ان ال3 و4 دي، انا هنا ال2 هقفلها، بس ال5 عندي هنا هتكون مفتوحة. طيب اما اجي انا هنا اعمل لهم عملية مقارنة عشان خاطر اعرف ان هي دي بتنتمي بالجزئية ولا لا جزئية. احنا متفقين تنتمي ولا تنتمي ما يكون عنصر، لكن دي مجموعة، عشان كده بنقول جزئية او لا جزئية. فاحنا هنلاقي ان ال3 و4 دول جزء من المجموعة، يعني داخلها. بس لو كان ذكر ال5 ما كانش هيبقى طبعا تبعنا، فهنقول هنا جزئية. بالنسبة للمثال اللي بعده اللي هو السؤال رقم 5، نص وصفر مفتوح و1 مفتوح. خلينا نشوف احنا لو رسمنا هنا برضو خط الاعداد، وقلنا مثلا نفترض ان هو ده مثلا الصفر وده هنا الواحد. هنا عندي انا الاتنين هنا مفتوحين، بس هنا طبعا الواحد النص ده فهو هيبقى طبعا وسطهم هما الاتنين، يعني هنا وده عنصر، يبقى هنا ساعتها هيبقى ان هو هيبقى تنتمي. بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو 4، وهنا عندي هنا أقواس مجموعة 1 و2 و3. فهنشوف ان ال1 وال2 وال3 دول هل ال4 هو جزء منهم ولا لا. هو اساسا مش ذاكرها، فعشان كده احنا هنقول لا جزئية. بالنسبة هنا لل3/4، ال3/4 ومن 1 إلى 5. طيب خلينا نشوف لو احنا رسمنا هنا خط الأعداد ونشوف ال3/4 أو ال3 وربع أسفة بتقع وسطيهم ولا لا. لو احنا هنا عملنا هنا من 1 2 3 4 5، فانا هعمل هنا ده مغلق وده انا هعمله مغلق، هوصلهم ببعض. فهو بيقول 3 وربع، 3 وربع يعني جاية هنا، يعني جاية هنا تبعهم، اذا هنقول ان هي هنا تنتمي. بالنسبة هنا لسالب 5، طبعا العلامة اللي هو عاملها دي احنا شفناها قبل كده، وهي بتعني ان هي اقواس. فهنا القيمة المطلقة لسالب 5، فطبعا هنا القيمة المطلقة لسالب 5 فهي هتطلع لنا ايضا ايه ب5 مش بسالب 5. تمام. فال5 ما نيجي هنقارنها هنا بسالب ما لا نهاية وصفر. طيب فهنا ال5 طبعا مش هتبقى وسطهم، لان هي هتبقى 5 هنا بالموجب. تمام. وهي هتبقى هنا ايضا تنتمي او لا تنتمي، عشان خاطر هي عنصر، اذا هتبقى هنا لا تنتمي. بالنسبة للسؤال الاخير 3 وهنا 1 والفترة 1 و1 و3 التنين مغلقين، فطبعا هنا هتبقى تنتمي. ننتقل للصفحة اللي بعد. نوعية من المسائل ممكن تقابلنا كمان. بيقول لك اكمل، هو هنا عايز يكمل بفترة معينة. تمام. فهنا هو حاطط معانا هنا في السؤال الاول بيقول لي احنا عايزين نجيب 1 و4 والاتنين دول هنا مغلقين، وبيقول لي فرق ال1 و4. يعني ايه فرق ال1 وال4؟ يعني بمعنى اصح لو انا 1 و4 عندي في اقواس الفترة، لو احنا رسمنا مثلا هنا خط الاعداد وعندنا هنا ال1 وال4 مثلا انا عندي هنا مغلقين، بس هو قال لي فرق ال1 وال4، يعني نشيل ال1 وال4. طيب اما نيجي نشيل يا مس ال1 وال4 بدل ما هم هيبقوا مغلقين هيبقوا هنا مفتوحين، هيبقى 1 و4 بس هنا هيبقوا هنا مفتوحين. ليه؟ عشان احنا شلناهم يعني مش هيبقوا تبعنا.
طيب هنا الواحد والاربعة اللي هو فترة عندنا مغلقة، فرق الاربعة، يعني احنا هنشيل منها الاربعة. نرسم خط الاعداد وهنعمل نفس الفترة اللي احنا عملناها فوق، اللي هي الواحد و اسفة، هنا الواحد وهنا الاربعة. تمام، التنين هنغلقهم عادي جدا، بس احنا بقى هنا مش عايزين نشيل غير الاربعة بس، يعني الاربعة دي بس اللي هي مش هتبقى معايا، يبقى ساعتها الاربعة دي هنا هتبقى مفتوحة، بس هنا الواحد هيبقى معانا مغلق زي ما هو، لان احنا شلنا واحد بس. بالنسبة هنا للفترة 2 و5، بس الاتنين هنا مفتوحين. نرسم خط الاعداد ونعمل عليه هنا 2، مثلا هنا 5، بس عندي انا الاتنين هنا مفتوحين. بيقولك اتحاد 2 و5. يعني ايه اتحاد 2 و5؟ الاتحاد هنا عندي بياخد كله، يعني بمعنى اصح لو انا اداني هنا اتحاد وهي كانت الاقواس هنا مفتوحة، فهنا هنخليها اكيد مغلقة، لاني ساعتها هتبقى ال5 وال2 هيبقوا هنا معانا. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده، بيقولك هنا الفترة المفتوحة 2 و5، اتحاد 2، يعني هو هنا اتحاد 2 بس، يعني الاتنين هي بس اللي معانا، فساعتها ان احنا هنعمل الاتنين عندي هنا هتبقى هي المغلقة، بس عندي ال5 هتبقى مفتوحة زي ما هي، مش هنغير فيها اي شيء. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده، بيقول 2 و5 والاتنين مغلقين، تقاطع 2 و5. يا ترى 2 و5 تقاطع 2 و5 هيدينا هنا ايه؟ طيب لو احنا ركزنا شوية ان 2 و5 تقاطع 2 و5، لو هو ادانا حاجة زي كده، تمام، احنا مش بنمثلها بقوس فترة، احنا ساعتها بنمثلها بقوس مجموعة. ليه يا مس احنا هنا بنمثلها بقوس مجموعة؟ لان ساعتها بيبقى المقارنة ما بين فترة ومجموعة، ولو كانت الفترة هي نفس المجموعة، ساعتها ان احنا بنحط اقواس المجموعة اكتر. خلينا نفهم بشكل افضل. يعني لو انا هنا عملت عندنا خط الاعداد، صح نعمله بطريقة افضل. لو انا هنا عملت خط الاعداد ومثلت عندي اللي هي الفترة من 2 إلى 5، انا همثلها من فوق، طبعا هتكون هنا ايه؟ مغلقة. وهمثل هنا عندي ايضا 2 و5، وايضا هتبقى عندي هنا اهو مغلقة. طيب احنا ما نقول تقاطع، يعني هما التنين هنا بيتقطعوا عند ال2 و5 بس، لان اقواس هنا الفترة بتاخد كمان اللي هي ما بين ال2 و5، يعني سواء كان اعداد صحيحة او كسور او جذور. فاحنا هنا مش بناخد في اقواس الفترة الاتنين مثلا والتلاتة والاربعة والخمسة فقط لا غير، ده احنا بناخد اللي هي الاعداد اللي وسطهم. احيانا بتكون عبارة عن كسور او جذور عادي، لو الجذر طلعنا الكسر بتاعه. فعشان كده ان احنا اما نيجي نعمل عملية التقاطع ما بين 2 و5 كفترة و2 و5 كمجموعة، فبنأخذ 2 و5 كمجموعة فقط لا غير، عشان خاطر ال2 و5 كفترة، فساعتها ان هي هتضم غير الاعداد الصحيحة يا اولادي. فاحنا هنقول هنا هي عبارة عن 2 و5. بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو 0 و5 والاتنين دول مفتوحين، نرسم خط الاعداد ونمثل هنا ادي 0 وادي 5، الاتنين دول هيبقوا هنا مفتوحين. فبيقول لك فرق 3 و7،
وتلاتة وسبعة عندي هنا، التلاتة هنا دي مفتوحة. يعني انا لو عملت هنا هعمل صفر، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هنا سبعة. ساعتها السبعة انا هنا هقفلها، والتلاتة هنا انا هنا هقفلها، هفتحها. تمام. هو بقى عايز الفرق. يعني ايه الفرق؟ يعني هنا اللي موجود من صفر الى خمسة، ومش موجود من تلاتة الى سبعة. فاحنا لو عملنا، احنا ممكن نداري مثلا الحتة دي او الجزئية دي علشان نعرف هنا الفرق ما بينهم. ايوه، يعني الحتة دي هي اللي هتبقى معانا. لو عملناها هنا باللون الاسود هنقول ان الحتة دي بس اللي هتبقى معانا. طيب، انا عندي هنا في الفرق خاصية او ملحوظة انا عايزاكم تعرفوها. ان في الفرق القوس المفتوح بنخليه مقفول، والمقفول هنا بنخليه مفتوح، على شرط ان هو بيكون داخل ضمن الفترتين. يعني هنا التلاتة دي داخلة ضمن الفترتين، عشان كده انا التلاتة دي بدل ما هي مفتوحة هخليها مغلقة، هقول تلاتة. وعندنا الصفر هنخليه مفتوح زي ما هو، لان هو مش داخل هنا معانا في الفترتين. يبقى ملحوظة مهمة جدا، اني لو احنا هنقول ملحوظة او ملاحظة على الحتة دي، ايه الملاحظة دي بتقول ايه؟ الملاحظة دي بتقول ايه؟ اني في الفرق بنخلي الأقواس المغلقة بتبقى مفتوحة، والعكس. يعني والمفتوحة بتبقى مغلقة، على شرط طبعا ان هو يكون مشترك ما بين الاتنين. طيب، ننتقل على نوعية تاني من المسائل. ممكن يجيب لك ايضا نوعية من المسائل، ويكون هو هنا عايز انك تكتب له الفترة يعني الموجودة. هي نوعية زي الاولى، بس فيها يعني بنقول الاكس حيث اكس الى اكس تنتمي الى ار، وسالب 3 اقل من اكس اقل من او تساوي صفر. احنا لو بصينا عليها في الجزئية دي هنلاقيها هنا بالظبط زي المسائل اللي احنا خدناها في البداية. بس طبعا يعني شكل المسألة عشان خاطر ما يخضكش، احنا ما ده لا يعنينا بأي شيء، او يعني مش بنبص عليه. احنا اهم حاجة طبعا بنبص ان هو بينتمي الى ار، طبعا عشان خاطر ان احنا نعمله قوس فترة. لكن اذا كان بينتمي لزد او ان او كيو او كيو شرطة، فساعتها هو مش هنعمل اقواس فترة، ولكن هنعمل هنا اقواس مجموعة. وهو ده اللي يهمنا في الحتة دي، عشان يعني حبايبي ما يتخضوش من طول المسألة. فاحنا هنبص على الحتة دي، وهنبتدي ان احنا نعمل خط الاعداد بتاعنا هنا الجميل، ونمثل عليه الفترة بتاعتنا. هو هنا بيقول سالب 3 الى صفر، نعتبر ده سالب 3. وهنا مثلا عندي الصفر، فهنقول هنا من سالب 3 هنا مفتوح، وهنا الصفر عندي هنا مغلق. وهنوصل الفترة دي ببعض، وهنبتدي نكتب اللي هي الإجابة بتاعتهم، اللي هي هنقول الحاجات اللي هي ما بين سالب 3 والصفر عندي هنا مغلق. فساعتها هنقول ان هي سالب 3. نكتب هنا هتساوي هنا سالب 3، هيكون مفتوح، والصفر هنا هيكون عندي مغلق، لان هو هنا عندي او يساوي. طيب، ننتقل هنا للسؤال اللي بعده. ايضا y حيث y تنتمي الى r، سالب 2 اقل من او تساوي y اقل من او تساوي
1. لو رسمنا هنا برضو خط الأعداد بتاعنا ومثلنا عليه الفترة دي ما بين -2 إلى هنا 1. طبعا حد بيقول لي يا مس احنا ليه مش بنكتب كل الأرقام على خط الأعداد؟ هقول لك حبيبي مش مشكلة، يعني نكتبهم أو ما نكتبهمش، أهم حاجة تمثل الرقمين. بس حضرتك لو انت طبعا بتتلخبط يعني عادي نكتب كل الأرقام عشان خاطر تقدر تعرف اللي وسط الأرقام. تمام كده. هنا -2 هنا 1، يعني ممكن نكتبه، نعمل خط أعداد كامل. هنقول هنا 0 وهنا 1 2 3 4 وهنا -1 -2 -3. تمام. فهنا هنظلل هنا على -2 وهنا هنظلل كمان على -1 وهنوصلهم هنا ببعض. تمام. هنبتدي نكتب اللي هي الأقواس، وهنقول هنا الإكس تساوي -2. طبعا هنا هتبقى مغلقة، و1 هتبقى أيضا هنا مغلقة، يعني الاتنين هنا هيبقوا مغلقين. هنبتدي هنا هنقول b تساوي b حيث b تنتمي إلى r و b أقل من أو تساوي -1. فطبعا هنا هنختار أو هنرسم على خط الأعداد. ولو رسمنا هنا مثلا -1، طيب هو -1 هنا بيقول لي طبعا أقل من أو تساوي -1، أو تساوي يعني هنعمله مغلق وهنمشي كده. هنا يا حبايبي اما نيجي نمشي كده هنا بيبقى سالب ما لا نهاية، ولو مشينا كده هنا بيبقى ما لا نهاية. فساعتها هنرسم هنقول ان هي الاكس تساوي سالب ما لا نهاية، وهنكتبه في الاول لان طبعا احنا وهنا -1 وهنعمله هنا طبعا مغلق، لان احنا هنا ملحوظة قلنا برضو ان العدد الصغير دايما هو اللي بيتكتب هنا في الاول. نوعية تاني من المسائل ممكن تيجي بالشكل ده، يقولك هنا اذا كانت -3 و3 مغلقين والواي تساوي -1 و5 مفتوحة، فاوجد مستعينا بخط الاعداد اكس تقاطع واي، اكس اتحاد واي، اكس فرق واي، واي فرق اكس، اكس شرطة واي شرطة. خلينا نتعرف على كل نقطة فيهم. طبعا احنا كنا تعرفنا قبل كده عن التقاطع، فالتقاطع ده عبارة عن اما يكونوا هنا الاتنين متشابهين في حاجة. يعني لو مثلنا مثلا هنا الاكس ب2 و5 و3، وعندنا هنا مثلا مثلنا الواي ب4 و5 و3، كنا هنقول هنا الاكس تقاطع الواي، التقاطع اللي هو بيشمل الحاجات المتشابهة، هنا 3 و5 و3 و5، فساعتها هناخد هنا ال3 وال5 وهنقفل هنا قوس المجموعة. طيب لو قلنا هنا اتحاد اكس اتحاد واي، الاتحاد بياخد كله بس احنا مش بنكرر حاجة، يعني هناخد هنا الاتنين وال5 وال3 وال4. طيب بالنسبة للفرق لو قلنا اكس فرق واي او واي فرق اكس، ساعتها احنا هناخد ان كل العناصر اللي في اكس مش موجودة هنا في واي، فالعناصر اللي في اكس مش موجودة في واي هي الاتنين بس، لكن العناصر اللي في واي مش موجودة في اكس، فهنقول هنا ال3 بس. ده هنا لو قلنا الفرق، وهنا لو قلنا الاتحاد والتقاطع. اما بالنسبة لاكس شرطة او واي شرطة اللي هي المكملة، يعني المكملة دي والمكملة دي، واحنا خلينا نشوف على المسائل هنا بتاعتنا ممكن نعمل الحوار ده ازاي. نمسح هنا عندنا السبورة ونرسم خط الاعداد بتاعنا، تمام، عشان خاطر نعرف من خلاله التقاطع والاتحاد والفرق اي حاجة تاني.
هنرسم هنا. حد يقول لي يا ميسي احنا هنرسم خط عدد واحد ولا خطين؟ هقول لك من الافضل انك ترسم خط اعداد واحد وتمثل مثلا الواي فوق والاكس تحت او العكس، بس عشان خاطر نقدر نطلع التقاطع ما بينهم والاتحاد والفرق هنا بكل سهولة. خلينا نشوف. رسمنا هنا خط الاعداد بتاعنا، هنبتدي نمثل عليه الاكس وبعد كده نمثل عليه الواي من -3 ل3. ادي هنا -3 وهنعملها مغلقة، و3 ايضا هنا هنعملها مغلقة. اذا هي دي قيمة الاكس. هنبتدي نعمل هنا قيمة الواي، وياريت نعملها بلون تاني عشان بس تبقى واضحة ويبقى في اختلاف باين. -1 وهنعمله هنا مغلق، وعندنا 5 بس هنا هنعملها مفتوح، وهنوصلهم ببعض وهنقول ان هو ده الواي. هنبتدي هنا اول شيء نجيب التقاطع ما بينهم. يا ترى هما التنين بيتقاطعوا في ايه؟ التقاطع طبعا واضح وباين، اللي هو هيبقى من هنا لهنا، يعني التنين بيتقاطعوا هنا من الحتة دي اللي انا حطيت عليها الخطين. يعني التقاطع هنا هيكون عندنا من -1 إلى 3. بس هل يا ترى التنين مغلقين ولا التنين مفتوحين؟ طبعا التنين عندنا هنا مغلقين، لان التلاتة هنا معانا مغموسة، وهنا برضو -1 هنا مغموس. يبقى ساعتها هنقول حل الأولى هيبقى عندي -1 و3. -1 مغلق و3 أيضا هنا مغلقة. بالنسبة هنا للاتحاد، الاتحاد عندي طبعا شامل كله، فاحنا بناخده من الأول للآخر. فعندي هنا هيبقى في البداية طبعا -3 وهتبقى مغلقة، -3 هنا هتبقى عندي مغلقة، وهنا عندي هو منتهي عند ايه؟ منتهي هنا عند 5، بس 5 هنا هتبقى مفتوحة. طيب بالنسبة هنا للفرق زي ما قلنا نمسح بس دول عشان خاطر ما يلخبطوناش. طيب بالنسبة هنا للفرق، فانا هاخد هنا العناصر اللي هي بتاعت اكس، ومش هاخد العناصر اللي هي بتاعت واي. تمام، ده هو الفرق. طيب لو انا حذفت مثلا العناصر اللي هي بتاعت واي، فهي ممكن هتبقى من هنا، تمام، اللي هو هنا -1 لغاية هنا، دي كلها عناصر اكس ومش موجودة هي طبعا في واي. فساعتها هنا هيبقى من -3، وال-3 طبعا هنا هتكون عندي مفتوحة. -3 اسفة، -3 مغلقة، وهنا عندي -1 وال-1 هيبقى هنا مفتوح. زي ما انا قلت لكم قبل كده ان الحاجة المشتركة بس هي اللي هيتغير. فطبعا عندي انا هنا -3 معايا مغلقة، فهخليها مغلقة زي ما هي لانها مش داخلة ضمن الفترتين، لكن اللي داخل ضمن الفترتين اللي هو -1، وال-1 عندي مغلق، عشان كده انا هخليه مفتوح. كمان هنا في الواي انا هشاور على الحاجات اللي هي موجودة في الواي مش موجودة عندي هنا في الاكس. هنا -1 زي ما هو. فاحنا هنا لو حذفنا يبقى هنلاقي الحاجات اللي هي مش موجودة هنا في الواي من هنا لهنا. يعني عندي من 3 و5، بس 3 دي هنا دي داخلة معانا، 3 هنا دي داخلة معانا، علشان كده هنقول ان 3 هنا بدل ما ان هي هتكون مغلقة هتبقى مفتوحة.
نعملها تحت هنا الإجابة. التلاتة عندي هنا هتبقى مفتوحة، والخمسة طبعا هنحطها مفتوحة زي ما هي، مش هنقرب عليها. طيب ايه حكاية هنا اكس شرطة وواي شرطة؟ اكس شرطة وواي شرطة يعني المكملة. خلينا نمسح اللي احنا عملناه هنا عشان ما يلخبطناش. طيب ايه يعني هي طبعا المكملة دي؟ يعني هنا المكملة بتاعت اكس من الناحية دي، والمكملة بتاعت اكس هنا من الناحية دي. المكملة بتاعت من الناحية دي هتبقى هنا من سالب 3 الى ايه؟ الى ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية. والمكملة من الناحية دي هتبقى من 3 الى موجب ما لا نهاية. تمام. فاحنا هنعمل هنا الفترتين اتحاد بعض. هنا هنقول سالب ما لا نهاية وسالب 3، وطبعا هنا هتبقى زي ما هي هنا مفتوحة. تمام. لان احنا هنا هنجيب الفترة هنا ما بينهم اتحاد 3 وما لا نهاية كده اهو، اتحاد بعضهم. طيب بالنسبة هنا لواي شرطة، طيب هنعملها ازاي هنا واي شرطة؟ طبعا هنجيب برضو هنا المكملة اللي هي هنا من سالب 1 الى ما لا نهاية، وهنا هيبقى من 5 الى موجب ما لا نهاية. فهنقول هنا سالب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية، وطبعا سالب ما لا نهاية بيكون دايما مفتوح. وهنا هنقول سالب 1 ايضا هنا هنفتحه اتحاد، لان السالب 1 طبعا هنا يعني هو صح هنبدأ منه، بس هو هيكون معانا عشان كده احنا بنفتحه. وايضا عندي هنا الخمسة والما لا نهاية. فالخمسة هنا هي مغلقة هنخليها مقفولة، وموجب ما لا نهاية دايما طبعا بيكون هنا مفتوح. أرجو أن حبايبي يكونوا فهموا الشرح الكافي بتاع المسائل، لأني احنا هندخل بعد كده على تمرينات. ندخل هنا على تمرينات كتاب المدرسة. هنا الفترات والعمليات، هنحل هنا الأداء الذاتي بتاع كتاب المدرسة. طبعا هنا كاتب لك تعريف الفترة واحنا تعرفنا عليه. وهنا بيقول تعد مدينة الغردقة واحدة من أبرز مناطق الغطس في العالم، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بتجربة الغطس في مياه البحر لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة. علمت أن النوع الأول يعيش في الأعماق تتراوح من 15 متر و60 متر، والنوع الثاني يتراوح ما بين 10 و25 متر. غاص مجدي 30 متر، وغاصت أمل 12 متر، بينهما غاص باسم 20 متر. أي منهما يستطيع رؤية النوعين معا؟ فطبعا هنقول هنا، طبعا هنا لازم نقسم المسألة إلى النوع الأول. والنوع الأول هنا عندنا بيعيش عند النوع الأول. هنا عندنا النوع الأول وهو بيعيش عند 15 متر إلى 25 متر، من 15 إلى 60 متر أسفة. النوع الثاني هو بيعيش عندنا هنا، النوع الثاني عندنا، والنوع الثاني هنا عندنا من 10 إلى 25. طبعا لإيجاد العمق الذي يمكن فيه رؤية كلا النوعين يجب علينا إيجاد نقطة تقاطع نقطتي العمقين. فهو أعمق نقطة بداية مشتركة ما بين 15 ما بين 10، ما بين 15 ما بين 10.
تمام. واقل نقطة في نهاية مشتركة هي ما بين ال25 وما بين هنا ال60. فهنقول ان النوع الثاني يعيش في اعماق 10 امتار الى 25. طبعا لايجاد العمق عملنا هنا نقطة البداية المشتركة واقل نقطة نهاية، اعمق نقطة بداية اللي هي من 15 ل10، واقل نقطة نهاية اللي هي هنا من 25 الى 60. لذلك ان النطاق المشترك الذي يمكن ان توجد عليه كلا المجموعتين من الاسماك هو من 15 متر الى 25، من 15 الى 25 متر. طيب هنا الصفحة اللي بعدها اللي هو فكر وناقش. في إحدى الأيام كانت مواعيد المحاضرات مصطفى بالجامعة كالتالي: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، ثم من 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا. إذا كان موعد المركز الرياضي بالجامعة يوميا 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، فما الفترة التي يستطيع مصطفى ممارسة الرياضة بالمركز بالجامعة في اليوم دون ان يؤثر ذلك على حضور محاضراته؟ لو احنا هنناقش او هنعمل الفترة اللي هو بيوجد فيها هنا ممكن نكتب الفترة ان هو يجب على مصطفى ان يذهب الى المركز الرياضي من 1 ظهرا الى الساعة 2 ظهرا. طيب خلينا، هو مفروض يذهب من الساعة 1 ظهرا يذهب من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 2 هنا ظهرا. خلينا نوضح الحل. ان موعد المحاضرات طبعا من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، ومن الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 4. يعني هنا مواعيد المركز الرياضي المتاحة عندي من الساعة 1، من الساعة 10 للساعة 1. تمام. والفترة المتاحة لمصطفى هي الفترة الوحيدة التي لا تتعارض مع محاضرات مصطفى، هي المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. المحاضرة الأولى اللي هي 12 ظهرا، تمام، والمحاضرة الثانية تبدأ 2 ظهرا. لذلك ان الفترة التي يمكن ان يمارسها مصطفى من الساعة 12 لغاية الساعة 2 ظهرا. تمام. وان الجمع ما بين المواعيد هيبقى هنا المركز الرياضي يفتح 1 ظهرا ومصطفى يصبح متاحا لممارسة الرياضة 12 ظهرا. لذلك فإن الفترة المشتركة بين المواعيد مصطفى من 1 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا، فهي دي الفترة اللي هتبقى متاحة هنا لمصطفى. هنبتدي هنا نحل التقييمات او الاداء الذاتي. طبعا هنا كل الكلام ده بيعرف لي الفترة اللي هي بتنحصر ما بين عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية ولا يمكن التعبير عنها بمجموعة زي ما احنا قلنا. المجموعات الحقيقية والمجموعات الجزئية منها بطريقة السرد، لأنه لا يمكن سرد جميع العناصر، ولذلك تستخدم طريقة وهي طريقة الفترات. وعندنا فترة هنا مغلقة وفترة مفتوحة وفترة نصف مفتوحة زي ما تعرفنا. وهنا ذكر لك بعض المسائل، وهناخد اللي هو التقييم او الاداء الذاتي اللي هو رقم 1. بس نوسع كده عشان نعرف نعمل هنا الحل. وهنقول هنا اول تقييم او اداء ذاتي عندنا هيكون بيقول لك هنا اكتب صورة الفترة ثم مثلها على خط الاعداد كل من المجموعتين الاتيتين. انا هنا عندي اكس حيث اكس تنتمي الى ار، وهنا عامل لي -1، وعندي اقل من اكس وهنا اقل من 5. تمام. احنا قلنا هنا لو قال ان هو ينتمي الى ار فاحنا هنا بنعمل قوس طبعا هنا فترة عندنا. طيب هنا قال لي -1 اقل من اكس. خلينا هنا نرسمه هنا على خط الاعداد.
عملنا خط الاعداد. ممكن هنا برضو احنا نغير اللون، نعمل هنا مثلا -1 ونعمل هنا ال5. لو هو هنا قال لي اصغر من بدون او تساوي، احنا قلنا بنسيب الفترتين مفتوحين، وهنا بنيجي نوصلهم ببعض. تمام. فساعتها الحل هيبقى الفترة هنا المفتوحة 1 -1 بنكتبها في الاول، و5 والتنين هنا بيكونوا طبعا هنا مفتوحين. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي نمسح هنا البورد، وبيقول لي هنا اكس حيث اكس تنتمي الى ار، وهنا حاطط لي نص. (5/10) اقل من او تساوي اكس اقل من الجذر 9. طبعا هنا 5/10 تمام، يعني تعني هنا، فهنا طبعا الجذر 9 اللي هو عندي هيبقى هنا 3. فاحنا هنقول هنا لو احنا رسمنا خط الاعداد ومثلنا، نمثله برقم تاني، هنقول هنا مثلا اذا كان هنا ده هنا 0 وهنا ده 1 2 3، فطبعا ده هيكون مغلق ودي هنا هتكون مفتوحة. فهنقول هنا 5/10 ده هنا مغلق، اسفة، و3 هنا دي هتبقى هنا الفترة هنا مفتوحة، يعني هنا نصف مغلق. بالنسبة هنا للأداء الذاتي اللي بعده، اللي هو هنا الأداء الذاتي هو رقم 2. بيقول لك اكتب على صورة فترة ومثل على خط الأعداد مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة ومجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة. طبعا هنا بيقول لي ان مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة هي اللي بتمثل هنا من 0 إلى سالب ما لا نهاية. يعني هنا لو احنا رسمنا خط الأعداد وعملنا عليه، هنقول هنا من 0 إلى سالب ما لا نهاية، هنمشي ناحية ايدينا هنا الشمال. تمام. ودي بتبقى من 0 لسالب ما لا نهاية، من 0 إلى سالب ما لا نهاية. نعمل سالب ما لا نهاية الأول، سالب ما لا نهاية بيكون مفتوح، وهنقول هنا من 0 لسالب ما لا نهاية. لكن لو قال لي مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة، يعني قصده هنا اللي هي الموجبة. لو احنا رسمنا خط الأعداد برضو هنيجي هنا من 0 إلى ما لا نهاية، بس الما لا نهاية دي هتبقى موجبة، فهنقول هنا من 0 إلى ما لا نهاية ونسيبها هنا مفتوحة. طيب بالنسبة لرقم 3، فهو بيقول اكس حيث اكس تنتمي الى ار موجبة، يعني بمعنى اصح الاكس اقل من 3. فاحنا عايزين احنا نشوف هنا اما تكون هنا الاكس اقل من 3. لو احنا هنا مثلا رسمنا او خلينا هنا على خط الاعداد وعملنا هنا 3، ايه هو اللي هيكون هنا؟ الاكس هنا اكبر، التلاتة اكبر من الاكس، يعني الحاجات اللي هي بتكون هنا اقل عندنا من 3. فهنا ايضا هنمشي الى ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية. فهو هنا بيقول ار موجبة، فطبعا الار موجبة هنا فيعني ان هي مش هيبقى هنا بعدها ار موجبة غير اعداد معينة، وهي
فهنا طبعا بتبقى الفترة المفتوحة. نمسح دي عشان نكتب الحل. هنكتب هنا الفترة المفتوحة اللي هي من 0 إلى 3، والاتنين طبعا مش هيبقوا هنا معانا، لأن هنا بيقولك ار موجبة. فار موجبة هنا تعني الاكس أقل من 3. طبعا هنا هيكون معانا من سالب ما لا نهاية آخر حاجة معناه هنا اللي هو التقييم رقم 3. أوجد مستعينا بخط الأعداد. هنا في شوية مسائل زي اللي احنا خدناها هنا بالظبط، هنمسك فيهم مسألة مسألة. وهنقول هنا عندنا 4 و9، دول هنا مغلقين. تقاطع 7 و10، وهنا واحدة عندنا مغلقة واحدة عندنا مفتوحة. هنبتدي هنا نرسمهم على خط الأعداد عشان خاطر نقدر نطلع التقاطع ما بينهم. هنا هنقول هنا 0، هنا 1 2. نخلي الصفر يبدأ من هنا لأن احنا هنا ما عندنا السوالب. هيكون خط الإعداد غالبا هيكون موجب. نخلي هنا عادي -1. هنا 1 2 3 4 5 6 7. نكبر خط العدد شوية. 8 9 10. هنبتدي نرسم هنا على خط الأعداد الفترات، كل واحدة هنرسمها طبعا بلون عشان نوجد التقاطع ما بينهم. وليكن نختار اللون الأولاني اللون الأزرق، وهنعمل 4 و9، و4 و9 دول هيبقوا مغلقين. وهنا 4 و9 نعمل بلون تاني، وليكن مثلا اللون الأسود. هنعمل 7 و10. السبعة هنا عندنا مغلقة، لكن ال10 عندي هنا مفتوحة، وده هيبقى هنا الجزئية التانية. طيب احنا قلنا تقاطع يعني بمعنى أصح المشترك ما بينهم هما الاتنين. طيب لو احنا بصينا هنا على الفترة اللي هي اللي فوق او اللي تحت، هنلاقي ان الحتة المشتركة هتبدأ هنا عندنا من 7، وهتنتهي هنا عندنا هنا لغاية ال9. بس هنشوف اذا كنا هنعمل مين مغلقة ومين طبعا هنا لو بصينا هنلاقي ان التنين لازم ان هما يكونوا مغلقين لان هما موجودين معانا في الفترة. يبقى هنقول من 7 ل9، والاتنين هنا هيبقوا عندنا مغلقين. طيب ننتقل للسؤال التاني. نمسح البورد هنا عندنا، نرص هنا السؤال التاني رقم 2. بيقول لي هنا عندي -3 و2. التنين هنا مفتوحين، اتحاد الصفر وما لا نهاية هنا طبعا مفتوح. لو انا هنا رسمت على خط الاعداد هبتدي ارسم الارقام اللي عندنا، نعملها هنا بلون مختلف. وهنقول هنا هيكون عندنا ادي 0، وادي هنا -1 -2 -3، وهنا 1 2 3 4 5 وهكذا. طيب هنا من -2 هنعمل هنا بلون مختلف، وليكن ده. هنقول هنا من -3، و3 عندنا هنا مفتوحة لغاية الاتنين، والاتنين ايضا هنا عندنا مفتوحة، وهنظلل كده. وهنا من 0 إلى ما لا نهاية نبتدي نعمل هنا بلون مختلف، وليكن ده الأورنج. هنقول هنا من 0 وهنخليه مفتوح
لما لا نهاية طبعا هو طالع كده، وهو عايز الاتحاد. طبعا احنا الاتحاد احنا عارفين ان احنا بناخد هنا كله، يعني بناخد من بداية الفترة من هنا لغاية من هنا. طبعا من هنا ما لا نهاية، ومن هنا اللي هي -3 طبعا، وعندنا هنا -3 هنا مفتوحة، فهنحط هنا، فهنا طبعا هيبقى -3 عندي هنا مفتوح. هنفتح احنا طبعا الفترة بتاعته، وعندنا هنا ما لا نهاية، وطبعا ما لا نهاية طبعا بتكون هنا مفتوحة. السؤال الثالث عندي، نمسح الوورد ونحط هنا السؤال الثالث، خلي لون اسود. تمام، نضع السؤال الثالث، بيقول هنا 0 و5 فرق 3 و7. تمام، احنا قلنا ان الفرق ان احنا بنشيل، هنعمل هنا خط الاعداد، وهنعمل هنا البيانات بتاعتنا اللي هو 0، نخليه هنا. انا بحب ما يكون دايما الارقام موجبة، نخلي السالب قليل، نحطه بس نخليه قليل شوية. 1 2 3 4 5 6 7. هنبتدي ان احنا هنمثل الفترة بتاعتنا بألوان مختلفة طبعا. هنقول هنا 0 و5، 0 مفتوح، وعندنا ال5 هنا مفتوحة. نبتدي نمثل الفترة التانية بقلم تاني، وهنقول هنا ال3 هنا مفتوحة، وال7 هنا مغلقة. هو هنا عايز الفرق ما بينهم، يعني اللي موجود في ال0 و5 ومش موجود هنا من ال3 لغاية فاحنا ممكن ناخدها هنا من اول هنا لغاية هنا. وفي الفرق احنا بنقول الفترة اللي بتكون مشتركة اللي هي ال3 دي، فبتكون بدل ما مغلقة بتبقى مفتوحة، وبدل ما مفتوحة بتبقى مغلقة. يعني احنا لو عايزين ناخد ال3 هي عندنا مفتوحة، هنخليها هنا مغلقة 3، وعندنا اللي هي هنا ال0 هيبقى هنا مفتوح زي ما هو. تمام، نحط ال0 بس الاول عشان ال0 هو الاصغر طبعا. وال3 هنا بدل مفتوحة هنا هنقفلها، وال0 هنا هنخليه مفتوح. تمام، هنخليه زي ما هو، اللي بيشترك بس هو اللي بنجيب الفرق ما بينهم. بالنسبة للمسألة الأخيرة فهي مسألة مهمة. هنا طبعا بيقولك هنا -5 هنا مغلقة، وما لا نهاية طبعا هنا مفتوحة. احنا هنرسمها وهناخد المكملة، واحنا فهمنا قبل كده يعني ايه مكملة، يعني بمعنى اصح اللي بتكملها سواء من الطرف اليمين او الطرف الشمال. هنبتدي هنا نرسم خط الاعداد، وهنقول هنا ده 0 -1 -2 -3 -4 وهنا -5. تمام، لو انا مثلت هنا هقول هنا ال5 هتبقى مغلقة. تمام، وبعد كده قال الى ما لا نهاية اللي هي الناحية طبعا الموجبة دي كلها معانا. تمام، فاحنا هنجيب يعني نحاول كده نرسم، بس نخلي ال5 يعني يكون باين اوضح. نبتدي هنا نمثل، هنقول ال0 -1 -2 -3 -4 -5. فال5 هنا طبعا هناخد اللي هو اللي بعده، يعني هنا من عند -5 إلى ما لا نهاية، يبقى هنقول ما لا نهاية و5. تمام، اتحاد هنا طبعا
اكيد هيكون الناحية المكملة ليها اللي هي الى ما لا نهاية، بمعنى اصح من صفر الى ما لا نهاية، وهنخليها هنا دي هنا مفتوح. تمام، يعني هنا تنتهي هنا عند -5 اللي هو عدم ادخال -5 ذات نفسه. يعني احنا لو عملنا قوس اللي هو بتاع -5 راح يبقى هنا طبعا هنا مفتوح. تمام، وهو ده اخر مثال عندنا. وبكده يبقى حلينا الاداء الذاتي كله. ارجو انكم حبايبي تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وان شاء الله معاكم في الدروس القادمة. ارجو انكم تحطوا اعجاب للفيديو، وتشيروا طبعا الفيديو لكل زمايلكم، وتعملوا عشان يوصل لكم كل جديد. تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم مس مديح حمدي من قناة عالم الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.